يعني ام ريحانه غادي تقرب المشاهدين هذا الشيء هذا شنو واقع. السلام عليكم، مرحبا بك خويا. نتمنى نعطيو بعض التوضيحات اللي يستافدوا منها الناس. مرحبا. وكيف ما كتعرف دائما ام ريحانه انا كنحاول نعطي شي حاجه اللي جديه وكتكون كاينه وما نضربوش الشمس بالغربال، ونهضروا على كل شيء، نهضروا على اي حاجه جات قدامنا في المواضيع ديالنا اللي كنعرفوا لها غنهضروا عليها. هاد المعطيات اللي قلتي انت دابا هي بصح نيت كاينه صحيحه بالنسبه للناس اللي تيكون عندهم السحر او كيكون عندهم خدمه ديال الكراهيه. هي الخدمه اللي كتخدم في شعبان كتكون عندها سحر تجديد. هذيك الخدمه من شعبان لشعبان كينوض عليك بحال المشاكل الصداع، يعني كاين اللي كيوصل شعبان كيولي كيخاف. انا بعض الناس جاو عندي قالوا لي لا كيوصل شعبان كنخافوا او كيوصل رمضان كنخافوا، يعني المشاكل كيكون عندهم سحر، والسحر كيكون يدور في هاد لا بيريود هذه، يعني في هاد الوقيته ما بين شعبان ورجب ورمضان. كيوليو كيخافوا، كيقول لك انا كيوصل ديك الوقيته كنولي نخاف من المشاكل، الحال ديالي كيوقف، ما كنبقاش خدام. ولا دايما يثبتوا ذلك بهذا الناس اللي كيتواصلوا معايا وكيخليو لي دي فيديو، انا كنشوفهم كيفاش وكنطالع الحاله ديالهم كيفاش كتكون كيفاش كتولي. كنقول لها عطيني فيديو او عطيني غير صور بعد وصوره قبل، يعني كتشوف الوجه ديالها او الوجه ديالو. انا ما كنعممش وكنقولش غير العيالات، راه كاين عرضه للسحر رجال، يعني واحد نسبه كبيره، وكذلك مثال كاينه عرضه للسحر من النساء، يعني واحد النسبه كبيره. وهذا السحر كان قديم الزمن ماشي عاد كاين دابا، ولا وهذا الشيء دابا ولات مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتقربنا من بزاف الصور اللي كانوا خافين علينا. يعني هذا الشيء راه من قديم الزمان ومن جدودنا ومن جدودنا هذا الشيء كاين. هذا الشيء سمي الله بسكروه يلاه داروه. دابا راه كما كنقول انا، ملي ولات بريستيج ولات التبيته كتحاط ولات الذبيحه كتحاط ولا راه ما بقى والو. راه التبيته بكري راه كانت غير بالحليب والزهر، راه التبيته بكري راه كانت غير بالحليب والنعناع والزعفران، راه كان غير التمر والفاكهه كتحط. هادشي دابا كانت بكري كتكتب لاله ملكه او لاله عائشه او لاله ميرا وكتحط البريستيج ونقيتو، ما كانش هادشي. راه كانت التبيته وكتكون التبيته مستوره، شكون اللي كيشوف ديك التبيته كتشوفها غير مولات الذبيحه، غير الملكيه اللي خاصه بهذيك التبيته، يعني ما كدوش ما كيدخل حتى شي واحد، هو غير الناس العائله والناس اللي جايين عندك ما كيدخلوش يشوفوا ديك التبيته. يكفي انك يبان لك الشمع شعل ديال التبيته من ورا العشاء. شنو تيوقع؟ ما كتسفلش مولا التبيته بالرزق ديالها او بالخدمه ديالها، او ما كتيسرش لها الخدمه ديال الناس اللي كيخدموا عندها. حنا كنهضروا على المقدمات ومقدمين الملكيه، الناس اللي كيخدموا، الناس ديال الطرقه، الناس ديال الدومين. ما كنهضروش على المتطفلين، على حطي وراك علام وشدي فرقه حمراء وبيضاء وصفراء وحطها قدامك. انا كنخدم، انا كندير. ملي جينا سولناهم غير على الملوك فين كاينين، حتى واحد ما عرف ملك. واحد النهار كان واحد الجروب ما غنذكرش الاسم ديالو، ودخلت شاركت معاهم. يعني انا ما بنتش انا شكون انا، يعني واش ام ريحانه او فلانه او فلانه. ملي قلت لهم بغيت نسولكم واحد الملكه انا دائما كنحلم بها بصفتكم نتوما كمقدميه ومقدميات كيف كتقولوا، بغيت نعرفها فين كاينه. وكل واحد وفين قال لي، كل واحد قال لي هنا، واحد قال لي هنا، واحد قال لي هنا، كل واحد وفين قال لي. ومع العلم ان هذيك الملكه اللي سولتم عليها باينه معروفه فين كاينه، كتكون في العريش، المقام ديالها في العريش، مدينه العريش، وما عارفينهاش. يعني باغيين غير يذبحوا ويديروا الليله ويديروا التبيته ويبانوا تصاور بروتوكول. ها انا كنديرها انا. نقولوا باللي راه ماشي راه الخدمه ما كايناش تصاور ولا في الفيديوهات، راه الخدمه كاينه، راه كاينه في الساكن، راه كاينه في الانسان اللي كيخدم وكيعطي يعني واحد الجهد من الصحه ديالو. راه ملي كتبدا الليله من وراء العشاء وانت واقف على رجل حتى كتسالي الليله، ما يمكنش غتحبس. واش نقولوا باللي ام ريحانه يعني تتسافر وتتكتشف وتتشوف. من بعد منا كيكونوا عندي الليلات او كيكونوا عندي خدمات او كتكون عندي زياره، راه ضروري ومكندير ما امكن. شحال من مره كنحاول نحيد جوج زيارات في الزياره، يعني بحال هذا الشهر المبارك ديال شعبان. نقولوا باللي ام ريحانه يعني ماشي متصفله في الميدان. لا 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 لا، ما نقدرش نتطفل على شي ميدان. الحمد لله تعرضوا عليا مبالغ خياليه باش نسحب من هذا الميدان ورفضت، حيت هادشي انا ما كنديروش كشهره. حنا هادشي كنديرو قبل ما يكون كان داك التليفون ديال الدار، ملي كنتي كتبغي تهضر وكتدخل عند جارك يعني كتحكي معاه صله الرحم وكتهضر من عنده. كان عندنا هاد الدومين هذا. اما دابا ملي ولات الشهره وكل شيء فابور، راه ما بقى والو. واخا واش نقولوا باللي ام ريحانه، باللي ام ريحانه يعني عندها القدرات باش تعالج الناس بخصوص هاد الشهر، يعني شوف عندك شي خطوط باش تعالج هاد الناس اللي هما مساكن مرض اللي هما تيعانيو. ام ريحانه معروفه بالوصفات الربانيه وبالخدمه الربانيه
وانا عندي خدمه ربانيه لا مع رجال الله ديالي ولا مع الجواد اللي كنخدم، لا ما كنديرش الحاجه الخايبه اللي تعصى الله، يعني تفاريق او خيوبه او كراهيه او ثقافه هادشي كامل كنحاول نتفاداه وما كنبغيش نهضر عليه. يعني كنتواصل مع الناس لا في رمضان من ورا الفطور كنتواصل مع الناس، واللي بغى شي حاجه يكفي ان يكتب ام ريحانه تيجيو عندي الناس من ورا الناس في الفطور. رمضان. كاين بعض الناس اللي هما تيخليو التباطيل ديالهم حتى رمضان، في رمضان ما تيكونوش الشياطين، يعني اي حاجه بغيتي ديرها رباني كتشد لك، اي خدمه بغيتي تخدميها لذاتك او صحتك او بغيتي ديري تحسين على قبل السحر، اي حاجه كتشد 100%. كيجيو عندي الناس كيتواصلوا معايا، انا غنخلي لك رقمي هو 06 97 35 21 81. اللي بغى اي معلومه اي حاجه الف مرحبا. ام ريحانه كنرحب بكم داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وشكرا لك خويا اللي خطيك.